ماله آسر؟ زعلك في ايه يا حبيبتي؟ آسر ضربني بالقلم علشان خاطر سحر. سحر؟ انت عرفتي منين؟ حكيت لها كل حاجة. لا ده زودها. طب اهدي يا حبيبتي وانا هجيب لك حقك. لا بالله عليكي يا ما تقولي له حاجة. ما تخافيش انا هعمل عشان خاطري يا ماما. طب نامي دلوقتي يا حبيبتي. وخرجت أمينة واستقرت ملك في نومها. وتاني يوم الصبح كان آسر صحي بدري وراح للنادي عشان يعمل الرياضة بتاعته، والكل كان على مائدة الفطار. سلم عليهم وطلع. ايه هم راحوا الشغل يا ماما؟ اه يا آسر انا عايزاك. معلش يا ماما بعدين. مش هتفطر؟ لا ماليش نفسي يا ندى. انت مش هتمشي الا لما نتكلم الاول. بس انا متأخر عن اذنك. لا يا ندى، اخوكي بقى قليل الادب وبيتصرف من غير ما يفكر قوي. ما كانش بيعمل كده. هو في ايه؟ ماما، هو بس تلاقيه متضايق من حاجة وشغلة باله. بس اما يجي وانا ليا صرفة معاه. وفي الشركة دخل آسر لمكتبه وطلب من رنا انها تبلغ ملك انه عايزها. وفي مكتب ملك رنا خبطت على الباب. استاذة ملك، آسر عايزك. قولي له مش فاضية. خرجت رنا من المكتب وراحت لمكتب آسر. بتقولك مش فاضية. يوه، هو لعب عيال؟ خلاص يا رنا شكرا. مالك؟ في ايه؟ اه صحيح، اقعدي انا عايزك. قول في ايه؟ حكالها كل حاجة. ايه ده؟ ازاي عمك يفكر كده؟ ده الكبير يعني. مش عارف للأسف. ما قدامكش غير حلين. ايه هما؟ اولا يتكمل مع سحر وتصالح ملك وتخلي اخوك يتجوز مكة وتخلي بالك منهم. الحل التاني انك تسيب سحر وتصالح ملك برضه وتتجوزها واخوك يتجوز مكة، يعني تنفذ الوصية. بس انا ما بحبهاش وهسيب سحر ازاي؟ ملهمش ذنب في حاجة. المهم طيب روحي كملي شغلك. تمام، ابقى كلمني وطمني عملت ايه. بس على فكرة محدش يقدر يقرر غيرك، وانت اللي هتختار وانت اللي هتتحاسب على اختيارك. عارف طبعا بس القرار صعب. طب روحي انت يا رنا لو سمحتي. على فكرة انا عارفة طلبك، عايز كوباية قهوة. الوحيدة اللي بتفهمني من قبل ما اتكلم. وخرج هو كمان لمكتب ملك. وفي عمارة بيوجد فيها منزل في منتهى البساطة مكون من أوضتين ومطبخ، والأساس عبارة عن صالون. ماما، أنا مش عارف هو غلط لما رحت لهم. لا يا ابني ما غلطتش، دول اخواتك ومسؤولين منك وانت بقالك كتير مستني تشوفهم. حاسس ان الوقت ما كانش مناسب. يا حبيبي انت ما غلطتش، ابوك وانا اللي غلطنا في حقك. ماما انا مش بتكلم معاكي عشان تحملي نفسك فوق طاقتها. انت مالكيش ذنب في اي حاجة. انت تعمل ايه دلوقتي؟ مستني آسر يكلمني عشان هشوف هنعمل ايه. وفي الناحية التانية انا طلبتك وما جيتيش، قلت اجي انا. والله؟ طب عايز حاجة؟ ملك، لما اتكلم معاكي تكلميني عدل والا مش هيحصل كويس. ملك قعدت تفرك في ايديها كده فحس انها خايفة. ما تضربنيش ارجوك. انتي شايفاني دراكولا ولا ايه؟ اوعدك مش هزعلك تاني، وعلى فكرة جبتلك الورق. بجد؟ ميرسي يا آسر. على ايه يا حبيبتي؟ قعدت تقول في نفسها حبيبتك اكيد قالها بالغلط. مالك سرحتي في ايه؟ بفكر هيكون في ايه. ماشي، عموما ده الورق بس وصية باباك انك تفتحيها انتي واختك. بصيت له كده بنظرة تعجب. منين يا آسر عرفت؟ محمد قال كده. طيب يا آسر هصدقك لان ما قداميش غير كده. لا هتصدقيني عشان انتي واثقة فيا. هقول لرنا توصلك البيت، بس يا ريت ما تكلميش مكة لان هي اكيد لسه تعبانة. وفي مكتب مالك. اتفضل. ايه ده؟ ده وصية عمك الله يرحمه. وصية ايه؟ هات يا سيدي لما نشوف. قعد يقرأها مالك واتبدلت قوي ملامحه. انت بتهزر صح؟ لا انا عن نفسي موافق، انا بحب مكة وكده كده كنت هطلب ايديها. بس انت. انا ايه؟ انت بتحب سحر ولولا انهم جم كان زمانها خطيبتك. انسى سحر، كانت نزوة عادية. آسر انا فاهمك كويس. مالك، خلاص انا عارف انا بعمل ايه. بس انت ما بتحبهاش. خلاص يا مالك انا مش ناقص. تمام بس انت كده هتعذبها وتعذب نفسك. هي فين دلوقتي؟ راحت الفيلا. ما تنساش تبقى تجيب لمكة عربية وملك هي كمان. تمام بس هي روحت ليه؟ اديتها الورق وروحت عشان تشوفه هي ومكة. يا ترى الورق ده فيه ايه؟ مش عارف بس اكيد حاجة متعلقة بمحمد او موضوع الجواز.
وفي عربية رنا. مالك قلقانة كده ليه؟ مفيش، وصلنا. اتفضلي. ميرسي بجد، تعبتك معايا. لا تعب ولا حاجة يا هانم، انا تحت امرك. هانم ايه؟ انا ملك. بس على فكرة احنا صحاب، معرفش حد هنا غيرك. انتي واصحابي بس هما مسافرين. اكيد طبعا، بس ليكي صحاب هنا؟ 2 بس، هما في شرم بيصيفوا كده. يلا بقى، باي باي. عند آسر في المكتب، قعد على المقعد بتاعه وخرج التليفون وضغط على رقم. سحر، انتي فاضية النهاردة؟ ايوه، في ايه؟ طب ممكن نتقابل على الساعة 8 كده في اخر كافيه كنا فيه؟ اكيد طبعا، هستناك. سلام يا سحر. انتهت المكالمة وقفل الموبايل وحطه على المكتب بتاعه واخد نفس عميق. وفي الفيلا دخلت ملك لأوضة اختها، لكن ما لقيتهاش فافتكرت وراحت لأوضتها. اصحي يا مكة. مكة، في ايه؟ محمد جاب الورق ده وبيقول ان بابا قال نفتحها سوا. انا مش عايزة اشوف حاجة. حبيبتي لازم تشوفي عشان نفهم. بقولك لا، انا مش عايزة اشوف حاجة. وانا والله خايفة من صدمة جديدة، بس هنعمل ايه؟ عشان على الاقل لو عرفنا حاجة نقدر نتصرف. معلش يا حبيبتي. طيب افتحيها. وفجأة دخلت ندى. ايه يا بنات بتعملوا ايه؟ ندى، انتي ما استأذنتيش. انا اسفة، بس انا كنت جاية صحي مكة. خلاص معلش، بس ممكن تسيبينا شوية؟ اكيد، وانا اسفة. على فكرة ممكن ما تخرجش، ما كله هيعرف. خليكي يا ندى لو سمحتي. بدأوا البنات يقروا الورق. على فكرة الكلام ده كله احنا عارفينه، هو في حاجة جديدة ولا لأ؟ احنا هنقول لماما كده ازاي؟ ايه الكلام ده يا بنات؟ وعلى مائدة الطعام. هي البنات فين؟ في أوضة ملك. ثواني، هخلي سناء تطلع لهم يا فادية. لا خليها، انا هروح اشوفهم. على فكرة انا عايزاكي يا ياسر بعد الغدا يا حبيبتي، هعملك اللي تطلبيه. وطلع ياسر لأوضة ملك وبدأ يخبط. ممكن ادخل؟ اتفضل يا ياسر. انزلوا عشان الغدا. نازلين اهو. مفيش مشكلة. نزلت مكة وندى ودخل ياسر. هو الورق كان فيه ايه؟ مفيش، بابا كان بيأكد ان محمد اخونا بس مش اكتر، وبرضه مش عارفة هوصل لماما كده ازاي. خلي الموضوع ده عليا. هتعمل ايه؟ مالكيش دعوة. وعلى فكرة انا قلت المالك يشتري عربيتين، واحدة ليكي وواحدة لمكة. بس احنا ما نعرفش حاجة، احنا بقالنا فترة كبيرة قوي في امريكا. انا معاكي ومش عايزك تخافي من حاجة. ما تيجي ننزل بقى عشان الغدا، ولا انتي مش جعانة؟ بصيت له كده ملك بتعجب من طريقته. وبعد ما اكلوا، هيا ماما كنتي عايزاني في ايه؟ تعالى فوق. ماشي اتفضلي. وفي الأوضة، انت ازاي تمد ايدك على ملك؟ هي قالت لك ايه شغل العيال ده؟ ما تردش على سؤالي بسؤال يا ياسر. وبعدين ايه شغل العيال ده؟ ايه شغل العيال في كده؟ هتقولي مين الغلبانة يعني؟ ماما انا خلاص صلحتها والموضوع انتهى. انتهى ازاي يعني؟ انا هتجوز ملك يا ماما. والله هو كده بالنسبة لك انتهى؟ مش تتأكد الاول انها مسامحاك؟ وبعدين انت متكلم مع اهل سحر. ماما هو انا ضربتها بالنار؟ عارف يا ياسر لو ايدك اتمدت على البنت دي تاني او زعلتها، اوعدك يا امي مش هزعلهم تاني. خرج ياسر من الاوضه، بل من الفيلا كلها، وطلع في عربيته. هتقول لها ايه يا ياسر؟ وصل ياسر للكافيه. سحر، احنا اتسرعنا. قصدك ايه يا ياسر؟ احنا لازم ننهي علاقتنا لانها من الاساس كانت غلط. انت اكتشفت كده بعد 2 سنين وجاي تقولي الكلام ده ببساطه كده؟ انا اسف يا سحر. مشي ياسر بسرعه وسابها عماله تعيط في الكافيه وفي العربيه وهو بيقول لنفسه: انا عارف ان كلامي جرحك وانك مالكيش ذنب في مشكلتي، بس انا اتجرحت اكتر منك وبكتير يا سحر، وده احسن ليا وليكي. وساق العربيه. وفي الفيلا في اوضه مكه دخل مالك. مكه، ممكن نتكلم شويه؟ انا عارف ان الوقت مش اللي هو يعني، بس في مفاجاه هتهديكي شويه. ممكن ننزل؟ وبعد نزولهم: مكة، ايه ده بس؟ انا معرفش حاجة هنا، دي اولا، وثانيا انا ما بعرفش اسوق. مالك بس هي اللي بتعرف، وانا هنا بقى لازمتي ايه ان شاء الله؟ عادي يعني. والله مش قصدي، بس ميرسي على الهدية الحلوة دي. تيجي نجرب؟ تمام يلا. وطلع العربية عند سحر عمالة تكلم نفسها ازاي يعمل كده، مش عارف انا بحبه قد ايه. اكيد في واحدة خدته مني، بس لا، مش قاسر اللي يعمل كده. وقعدت تعيط. وتاني يوم الصبح
في الشركة وتحديدا في مكتب آسر. آسر، في ايه؟ انت نمت ولا ايه؟ عادي مفيش حاجة. طب ده الايميل اللي انا ترجمته. ملك، اديه لمالك. مالك في المصنع مع دكتور شوقي، واللي اعرفه انك المسؤول عن العقد بتاع الدواء الجديد. ماشي يا ستي، ممكن كوباية قهوة؟ لا انت ما فطرتش. بس انا ماليش نفسي يا ملك، ومتعود اشرب قهوة الصبح عشان خاطري. طيب يا ستي، لما نشوف اخرتها ايه. وفي الفيلا، ماما انا عاوزاكي ضروري. خير يا ندى؟ اصل عمي سلمان. ندى، انا عارفة انت عايزة تقولي ايه. عارفة. ممكن ما تتكلميش هنا في الموضوع ده، عشان مرات عمك اخوكي قال انها تعبانة، ولو عرفت هتروح فيها، فمش حابين نقول لها. طيب يا ماما انا هروح لمكة وفي بيت محمد. ماما، مالك يا ماما؟ مفيش يا حبيبي، انا بس ما خدتش الدواء. انا قلتلك يا ماما تنسيش الدواء. الدواء خلص يا محمد. هروح اجيبه واجي. خرج محمد من الباب عشان يشتري الدواء لامه، وبعد ما حضر الدواء طلب منها انها تنام، وقال لها انه هيروح عشان يشوف اخواته. خلود بقى كانت متجوزة وهي عندها 18 سنة، وجالها كانسر وهي عندها 35 سنة. ابنها كان عنده 16 سنة، لأنها خلفت بعد جوازها بسنة. ولما جالها كانسر كان جوزها في المستشفى، ومحمد معرفش يتصرف، حتى رفض انه يروح مع عمه عشان يفضل معاها. وسليمان ساعده في مصاريف الدواء. في الشركة، ملك روحي ردي على الايميل زي ما قلتلك. دخلت رنا. آسر، في واحد بره عايز يقابلك. خليه يدخل. اتفضل. محمد، ازيك؟ تمام الحمد لله. ازيك يا ملك؟ ازيك يا محمد؟ تمام. انا كنت حابب اقابل مكة، نفسي اشوفها. والله؟ ملك وهي مقاطعاه. تقدر طبعا تقابلها، بس هكلمها الاول واكلمك عشان تتقابلوا. تمام ماشي. محمد، انت لازم تيجي الشركة عشان انت شريك فيها، ولازم تاخد حقك. فهمتني غلط، انا جاي عشان اخواتي وبس. لا مش قصدي، انت كده كده ليك حق غصب عني او اي حد، لان الشركة دي هي والفيلا بتوع جدي وبابا وعمي، ورثوهم واحنا ورثناهم، يعني ليك حق فيهم، وفي الفيلا كمان، مش هنا وبس. آسر بيتكلم صح يا محمد، ولا انت مش عايز تخلي بالك على اخواتك؟ اكيد عايز اخد بالي منكم. يبقى خلاص، تيجي بكرة ونشوفك كل يوم في مكتبك. كلام ملك صح. وفي أوضة مكة. ايوه بس احنا ازاي هنعمل كده؟ ملك مش هتوافق ابدا. هحاول اقنعها، ولو ما اقتنعتش هعمل كده وامري لله. او ممكن آسر يفهمها اكتر. نسأل ملك ونشوف لما تيجي كمان نص ساعة. ماشي يا اختي، انا هروح اوضتي وبقى هجيلك. اوكي. عند آسر بقى في الشركة، مشي محمد ومسك آسر الموبايل واتصل على مازن المحامي بتاع العيلة. الو، انت فين؟ انا في البيت. في حاجة ولا ايه؟ عايزة اشوفك ضروري. خلص اللي في ايدك ونتقابل بالليل في الكافيه. تمام يا آسر. وفي الفيلا بعد العودة من الشركة، دخلت ملك لأوضتها، وآسر كان واقف مع أمه وأخوه. حبيبي اطلع غير عشان خاطر نتغدى. اوكي يا ماما، انا هخلص حاجة بسرعة واجي. ما تتأخرش، انت ما فطرتش يا ابني. ما هو ده آسر، لما بيبقى متضايق ما بيكلمش حد. في ايه يا آسر؟ مالك يا حبيبي؟ ما فيش حاجة يا ماما، وفطرت يا ستي. البركة في مالك بقى. ابتسمت أمينة، فهي مش عايزة أي حاجة غير إن آسر وملك يتجوزوا. وفي أوضة ملك دخلت ندى ومكة. ملك أنا عايزاكي ضروري. إيه، ما ينفعش نتغدى الأول؟ أنا هموت من الجوع. يا بنتي الموضوع ما يستناش أكتر من كده، مش وقته بقى. انزلي انزلي. طب يلا يا أختي، أختك همها على بطنها. شكل همها على حاجة تانية يا ندى. ممكن برضو. طب يلا يا أختي انت وهي، ولما نطلع أنا عاوزاكي يا مكة في حاجة ضروري نتكلم فيها. نزلوا البنات. وقفت مكة قدام السلم وكان وراها البنات. قعد مالك على ركبته وفي ايديه خاتم أنيق قوي. مكة تتجوزيني؟ مكة هزت راسها بالموافقة. ندى، أخوكي ماله؟ جريء قوي ورومانسي قوي قوي، يخرب بيتك يا مالك. ابتسم آسر والجميع. مبروك يا حبيبي. وقعد الكل على مائدة الطعام واتغدوا. وفي غرفة مكة دخلت لها ملك. مبروك يا قلبي، الله يبارك فيكي. محمد عايز يشوفك. امتى؟ ده رقمه، كلميه وحددوا سوا. انتي مش هتيجي؟ لا انا ورايا ايميلات وشغل كتير قوي. لا انا مش هروح لوحدي، هتيجي معايا. طيب بس يا رب آسر ما يزعلش. وفي أوضة مالك، انا هقول لها تتجوزيني.
يا عم انت لازم تقول لها، لا انا ولا غيري. بص هقولك، هات بوكيه ورد وخاتم، وبالليل قول لها انك بتحبها. انت محتار ليه؟ فكرة حلوة، بس ايه، بس اسمع الكلام. ماشي لما نشوف اخرتها ان شاء الله. بس في حاجة، آسر ملك تستاهل تتحب، ما تعذبهاش. ايه يا عم ده، هو انا دراكولا؟ مش هاكلها يعني. بجد حاول تحبها. وفي المطعم، هي دي مكة يا محمد. حبيبتي انتي عاملة ايه؟ تمام الحمد لله. انتي بقى في كلية ايه يا مكة؟ اعلام. وانتي يا ملك؟ ألسن. اه كويس جدا. هو انت هتيجي تعيش معانا امتى؟ لا مش هينفع. ليه بس؟ مش هينفع اسيب امي ومش هينفع تيجي معايا. ليه يعني؟ وفي بيت سحر وهي بتكلم نفسها، انا لازم اروح الشركة واعرفه ايه الحكاية واكلم آسر وافهم هو قال كده ليه. بس هتروحي ازاي؟ انت هتتحايلي عليه عشان يحبك؟ ماشي يا آسر، هيجي يوم واعرف كل حاجة. وفي الكافيه قعد آسر ومعاه مازن. في ايه يا ابني قلقتني؟ في محامي اسمه محمد سلمان النجار، عايز اعرف كل حاجة عنه. استنى بس كده، هو مين ده اصلا وعرفته منين؟ حكاله كل حاجة، من لما جه محمد للفيلا لحد اليوم اللي جه فيه بالزيارة. تمام، هجيب لك اللي انت عايزه وبالتفصيل زي ما تحب. آسر وقف وسلم على مازن. انا همشي عندي مشوار. وراح آسر وركب عربيته ووقف في مكان بيبيع ورد، فاشترى بوكيه ورد واشترى خاتم. وبعد ما خلص ركب عربيته واتجه للفيلا. وفي الناحية التانية عند ملك ومحمد ومكة، عشان مامتك يا حبيبتي هي لسه ما تعرفش، فطبيعي الموضوع يزعجها في الأول. محمد عنده حق، احنا نسينا أهم حاجة في الموضوع. طلب لهم محمد العشاء وأكلوا واتكلموا كتير قوي. وبعد ما خلصوا مشيوا البنات وكذلك محمد في تمام الساعة 10. وبعد عودة ملك لأوضتها لقيت آسر قاعد على سريرها وجنبه بوكيه ورد. آسر انت بتعمل ايه هنا؟ ملك. وبيديها بوكيه الورد. تتجوزيني؟ ملك اتكسفت قوي. موافقة. واخدت بوكيه الورد. آسر بلبسها الخاتم. انت مسامحاني؟ مسامحاك، طبعا مسامحاك. وفجأة دخلت مكة وندى، فاتكسفوا قوي واتكسفت ملك وسابهم آسر ومشي. انت مش لوحدك اللي وقع، ده آسر كمان. اسكتي بقى يا ندى. استني يا ندى لما نفهم ايه الحكاية. صح، هو ايه اللي حصل يا ملك؟ ملك وهي مكسوفة قوي بدأت تحكي لهم على كل حاجة. بينما بقى في أوضة آسر، انا ازاي عملت كده؟ انت كده عملت الصح، بس غريب ازاي وافقت بالسرعة دي؟ مش يمكن كانت بتحبك؟ ممكن، بس ده احنا ما كناش بندخل في حوار الا لما نتخانق. بص انا هقولك، ملك بصراحة كانت بتحبك من واحنا صغيرين، وانت عمرك ما حسيت بيها، عشان عمري ما تخيلتها زوجة ليا. وانت عرفت منين؟ صح، هي كانت بتحكي لي. يعني كلكم عاملين عليا عصابة. ادي لنفسك والملك فرصة يا آسر. انا حاسس اني هظلمها، مش قادر احبها وفي نفس الوقت مش قادر ابعد عنها. انا حاسس بيك وبسحر في النهاية، هي ملهاش اي ذنب، لكن كمان ملك ملهاش ذنب. انا فاهم كل ده. يلا روح نام، في شغل كتير بكرة، وانا كمان هموت وانام. خرج مالك وقعد آسر بيفتكر احمرار وش ملك، كان بيفكر فيها كتير قوي. في ايه يا آسر؟ مالك؟ انا مش عارف ايه الاحساس ده، ممكن عشان بشوفها كتير. وحاول انه يسيطر على تفكيره وحط جسمه على السرير ونام. وفي أوضة ملك، ده آسر طلع رومانسي وعامل محترم ومش بتاع بنات. عندك حق، البيت كله واقع ولا ايه يا ندى؟ اوعدني يا رب. بس يا بنات بقى عيب كده، بطلوا كلام في المواضيع دي. اللي يشوفك دلوقتي ما يشوفكيش لما آسر كان معاكي. ندى قومي يا بنتي، قومي ننام، دي هتاكلنا. وتاني يوم الصبح على مائدة الطعام، أمينة بصت كده لملك. ايه اللي في ايدك ده يا ملك؟ ملك اتكسفت. انا خطبتها امبارح يا ماما. والله مبروك يا حبيبي. ده كان كلام فادي، اتبسطت قوي هي وأمينة. عايزين نعمل لهم خطوبة كده يا فادي. ملوش لزوم يا ماما، انا رايح الشركة، هتعوزي حاجة يا حبيبتي؟ مكة وهي بتهز راسها بالرفض. استنى هاجي معاك. وفي الشركة كان واقف محمد قدام الشركة، وبعدين دخل وضغط على زرار المصعد ووصل للطابق الأخير عند مكتب آسر. رحبت رنا بيه جدا ودخل لمكتب آسر.
تحب تشرب ايه؟ شكرا. وفي أوضة مكة، هي ملك مش هتقول لمامتك على موضوع محمد ولا ايه؟ مش عارفة، بفكر اقول لها انا، بس احنا ممكن نخلي آسر يتكلم معاها. انتي عارفة انها بتحبه جدا وبتسمع كلامه، وهتسمعه بكل هدوء. بيتهيألي ان مفيش هدوء في موضوع زي ده، وفي نفس الوقت في الشركة. اهلا محمد، وحشتنا. وانت كمان يا آسر. حضنته ملك. ازيك يا حبيبي، وحشتني. انا بخير طول ما انت بخير يا جميل. مالك، خد محمد لمكتبه، وهو من النهارده المحامي بتاع الشركة وشريك فيها زينا بالظبط. انا كفاية عليا المحامي ومش هتدخل في اي حاجة تانية. ازاي بس؟ تعالى وبعدين نتكلم في الموضوع ده. ملك، خلصي شغلك بس وانتي خارجة اطلبي لي قهوة. حاضر يا حبيبي. ياه، اخر واحدة قالت الكلمة دي هي سحر، وحشتني. بقولك ايه يا عم آسر، انت رحت فين؟ سحر مش ليك دلوقتي، خليك مع ملك اللي فكرتك بتحبها. قال انا احبها. وقف كده شوية وقعد يفكر في سحر، وكان حزين جدا. وفي حديقة الفيلا كانت قاعدة فادية وأمينة عمالين يتكلموا مع بعض. والله يا فادية عندك حق، العيال ضحكوا علينا وخطبوا من ورانا. ازاي ما نكونش موجودين في حياتهم اصلا؟ احنا ما علمناهمش العادات والتقاليد، شكلنا كده ما عادتش فيه عادات ولا تقاليد عند الجيل ده. ولا ملك المصيبة بيفكرني بعم الله يرحمه ويغفر له، كان رومانسي كده. يلا ربنا يوفقهم، اللي احنا كنا عايزينه انهم يتجوزوا وانهم خطبوا، وده اهم حاجة. ان شاء الله هنفرح بيهم قريب يا حبيبتي. وفي الشركة رنا وهي تايهة في افكارها، هو امتى هيحس بيكي وطلع يحكي لك ويقول خطبها؟ انا لازم اشوف طريقة اقرب بيها اكتر منه واخليه يتجوزني، بس الاول لازم اشوف طريقة ابعد ملك وسحر عنه وافضل انا الوحيدة اللي في حياته. وفقت من افكارها على صوت آسر. في ايه يا بنتي؟ بقالي كتير بنادي عليكي وبكلمك وانتي اصلا مش هنا. معلش يا آسر، ماما تعبانة شوية وكنت بفكر فيها. ممكن تعيد تاني اللي انت كنت عايزه؟ الف سلامة عليها. ممكن كنت تكلميني وتاخدي اجازة النهاردة؟ لا ماليش لزوم. كنت عايز ايه بقى قولي؟ كنت بقولك تأجلي لي موعد بكرة لاني مسافر، وتحجزي تذكرة على باريس، عندي مؤتمر هناك. تمام ماشي. اطلبي مالك يجي لي مكتبي. حاضر. وفي نفس الوقت في أوضة مكة، يخرب بيت دماغك، انت ازاي فكرتي كده؟ ما هو انا مش هبلة، مش لمجرد واحد قال انه اخويا يبقى اصدقه زي الهبلة اللي اسمها ملك. بس الورق وخط باباكي، يعني انا هفتكر خط بابا؟ مش يمكن يكون هو اللي كاتب الورقة او مزوره يعني. سهلة. طب هتعملي ايه؟ هنتصرف ونشوف يا ندى. اتفقنا. بس مش هنخلي ملك تقول للماما دلوقتي، ومش هنقول لحد على اللي احنا هنعمله انا وانتي وبس. طبعا مش لازم حد يعرف لان آسر مش هيرضى. وفي نفس الوقت في الشركة، انا هسافر النهاردة على الساعة 6 عشان المؤتمر والعقد الجديد. تمام وانا جاهز. لا انت مش هتيجي ولا هاخد حد معايا، انت تتابع هنا الشغل وتخلي بالك من العيلة. طب مش تاخد ملك او محمد معاك؟ محدش يعرف حاجة فيهم عن العقد والتوقيع الجديد، وبعدين دكتور شوقي هيكون هناك، سافر امبارح. طب على الاقل ملك عرفت بالموضوع وكانت شغالة عليه. مالك ما تعصبنيش، تسمع اللي بقوله وتنفذ وخلاص. انا هروح اقول لملك اني مسافر. خرج من الأوضة واتجه لمكتب ملك وهو بيقول لها، هو انا ناقص؟ انا عايز اهرب منها، هاخدها معايا هناك. وفي بيت سحر، مامة سحر وهي قاعدة معاها في الصالون، هو آسر مش هيجي يتقدم ولا ايه يا سحر؟ باباكي كل يوم يسألني. لا مش هيجي يا ماما، اختلفنا وسبنا بعض. وسابت امها ودخلت لأوضتها وقعدت تعيط. مامة سحر وهي منذهلة جدا من كلامها اللي قالته، وافتكرت فلاش باك من شهر لما كان آسر موجود هو ووالدته واخواته في بيت سحر، تحديدا برضه في الصالون. كان قاعد وعثمان والد سحر كان قاعد، وأمينة وملك وسعاد والدة سحر، وقدامهم الشربات، وكان عمالين يزغرطوا جامد قوي. وأمينة كانت فرحانة جدا وكانت بتتمنى لو كانت مكان سحر دي كانت ملك. وفي نفس الوقت في مكتب ملك في الناحية التانية، مسافر فجأة كده؟ طب أنا ممكن أجي معاك؟ لا أنا مسافر ولوحدي. بس أنا شريكة هنا وده حقي. يعني إيه؟ أنتي مش واثقة فيا ولا إيه؟ أنا مش قصدي، أنا ما بحبش لعب العيال ده، أنا مش فاضيلك. كل ده عشان قلت عايزة أسافر معاك. خرج آسر من المكتب. أنتي تسمعي كلامي وأنتي ساكتة، أنا ما بحبش النقاش. راحت ملك وراه
وهي بتبص: رنا، ممكن تحجزي لي على نفس الطيارة؟ آسر ما قاليش. رنا أنا عايزة ده يكون سر، ممكن تحجزي لي بقى؟ اوكي، بس ما تقوليش لآسر اني ساعدتك. وراحت لمكتب آسر. انتي ازاي تدخلي من غير استئذان؟ انا كنت حابة ما تدخليش من دون استئذان. ملك اتجمعت الدموع في عينيها من حدته معاه. انا اسفة. اتجهت للباب عشان تمسكه، راح مسكها آسر. تعالي، انا كل ما هكلمك هتعيطي لي زي العيال الصغيرة ولا ايه؟ ملك قعدت تعيط عياط هستيري، عيلة صغيرة. وفتحت الباب، مسحت دموعها عشان خاطر محدش يشوفها، وقابلت رنا. ملك، انا حجزتلك على طيارة الساعة 11 وفي نفس الفندق. ميرسي جدا يا رنا. اتجهت ملك لمكتب مالك. مالك، ممكن اطلب منك طلب؟ طبعا، انتي تؤمري. وصلني البيت. ايوه بس لسه بدري، وبعدين فين عربيتك؟ انا جيت مع آسر، انا تعبانة، هتروحني ولا اخد تاكسي؟ في نفس الوقت في مكتب آسر كان عمال يكلم نفسه. البت دي عيلة، قال تسافر، قال اسيب شغلي واقعد اخلي بالي منها؟ مجنونة يا ملك، يخرب بيت جنانك. وافتكر دموعها وهو بيفتكر كان قلبه بيتعسر. وفي الفيلا دخل مالك وملك. مش هتقولي لي ايه اللي مزعلك؟ مفيش حاجة. انا عارف انتي متضايقة عشان آسر هيز. لا، مش زعلانة من حاجة. واتجهت بسرعة لأوضتها. هما البنات مجانين كلهم شبه بعض، بيزودوها قوي على أتفه الأسباب. كان بيقول ده وبصوت منخفض جدا. وبعد فترة دقايق في غرفة ملك انتهت ملك من الشاور وبدأت تحضر الشنطة بتاعتها. لما نشوف أنا واللي انت يا سي آسر. وفتحت خزنتها وأخدت الملابس وحطت شنطة السفر. وبعدها نزل الجميع عشان يتغدوا، وفي نفس الوقت في الشركة. كده خلاص يا رنا، مفيش حاجة متأخرة. لا، سافر وانت مطمن. طيب تحبي أوصلك ولا معاكي عربيتك؟ لا، معايا العربية، روح انت عشان تلحق. سلام. وعلى مائدة الطعام كان قاعد الكل. هو آسر لسه ما جاش؟ لا، مش عارفة اتأخر ليه. وفجأة دخل آسر وقعد جنب ملك. ايه يا حبيبي، اتأخرت ليه؟ كان في شغل ولازم اخلصه لاني مسافر الساعة 6. مسافر؟ وما قلتش ليه؟ ملك سابت المعلقة وقالت بكل سخرية: تلاقيني